بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما انتم شايفين النهاردة بقى هنعمل كده ايه، كوارع الغلابة كده، وهنحط معاها جناحين كده، ايه يعني كيلو أجنحة كمان. زي ما انتم شايفين بقى الرجول دي جميلة جدا ومفيدة جدا للمفاصل والعظم، وكلها كولاجين. جميلة جدا، جربوها، وصفتها سهلة وبسيطة، قلت اجربها معاكم. بصوا احنا جبنا بقى الرجول كده وغسلناها ونضفناها ونقعناها حلو جدا. بعدين جبنا الصينية بتاعتنا وحطينا فيها بصل مقطع وطماطمايه مقطعة تقطيعة كبيرة عادي، ما فيهاش اي مشكلة. وهنبدأ نحط عليها فصين توم. تمام. ونبدأ نقلب حلو جدا، نخلطهم، ونجيب بقى رشة فلفل أسمر كده. بسم الله. يلا كده واحنا بنرش الفلفل الأسمر، لايك وكده واشتراك في القناة وكومنت كده منكم. يلا وهنبدأ بقى نحط ملح بتاعنا. بسم الله. بعد الملح برضه ادي ظبطنا الملح كده كده، ملحها مظبوط بالنسبة لنا. هنبدأ بقى نحط الكركم والكاري والبابريكا والشطة. دي هنا كده حاطين الكاري اهو، الكركم. بسم الله. كده تمام. هناخده بقى المعلقه ونحط دي كزبره وشطه وكمون. الشطه طبعا بتدي تيست حلو كده. ظبطنا كل حاجتنا وبهاراتنا، نبدا نخلط حلو. هنا بقى ممكن نقطع قرن فلفل حامي كمان، يبقى حاجه جميله. هنا انا جبت كمان بصل اخضر، اداها تيست رهيب. يعني البصل الاخضر ده جميل جدا، جربوه هيعجبكم قوي. بسم الله. هنقطع البصل. بسم الله. وقطعنا قرن فلفل صغير كده حامي معاها. هنبدأ بقى نجيب بقى ايه الرجول دي. بسم الله. زي ما انتم شايفين نضيفة وجميلة، اهم حاجة كده ايه تكون نضيفة وجميلة. جربوها. بسم الله. ادي كده خلطناها. هنحط بقى جنبها بقى الأجنحة. يلا كده بسم الله نحط بقى الأجنحة بتاعتنا. بصوا شكلها بقى بعد ما اتعملت واتحطت في الخلطة. نبدأ بقى نحطها في الفرن. عايزة تسويها على البوتاجاز من فوق سويها، بس الفرن بيديها وش كده حاجة جميلة، وبيسويها وبيحمرها حلو جدا. هنحطها في رشينا هنا رشة زيت بقى محترمة. حطينا لها الزيت بتاعها ونقلب بقى تاني. بقى احنا نقلب لان انا كنت هنا ناسية الزيت، فحطيت لها زيت. بدأت اقلبها تاني. بصوا كده بقى ايه خلاص. ابدأ كده ايه كل حاجة تتفرد مكانها حلو عشان تاخد من الخلطة. تمام. هنبدأ بقى ايه ناخدها كده. بسم الله. شايفين شكلها؟ شايفين جمالها؟ يلا نحطها في الفرن وهوريكم شكلها بعد ما تطلع في الفرن. حاجة جميلة جدا وبسيطة جدا. بصوا الشكل بقى. استنوا بقى كمان شوفوها في الطبق. يعني هي في الطبق كمان، ده هي الصينية ظلموها كده. بصوا يعني مظلومة في الصينية. لا جربوها بقى وهي في الطبق. بصوا نزلت صوص جميل جدا، طعمه جميل، تاكليه لوحده جميل خالص. بصوا بقى هحطها في الطبق. بسم الله. بصوا بصوا وشوفوا الجمال. بسم الله. حاجة كده جميلة وبسيطة وحاجة رهيبة، يعني تجوع كده يعني. وفي اي وقت تعمليها. بصوا الصوص بتاعها كان جميل جدا. بصوا ادي الاجنحة وادي الرجول كانت جميلة. جربوها هتعجبكم، وربنا يديمها نعمة علينا ويحفظها من الزوال وأبدلنا خيرا منها. اللهم امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.